صباح العسل، صباح الرضا، صباح الجمال، صباح الإشراق، صباح النور، صباح الهوا. صباح كل حاجة حلوة. والله العظيم يا بنات بجد الصعيد فعلا كل حاجة حلوة فيه. مفيش حاجة تلاقوها كده، بصوا يعني سبحان الله، هي راحة نفسية. هي راحة نفسية فعلا بجد والله العظيم. اليوم ده كده أنا كنت رايحة عند بيت والدي ووالدتي ربنا يرحمهم يا رب الصبح. الشقة كانت هنا متوضبة ونظيفة من بالليل. كنا مروقينه كده والحمد لله، يعني ما كانش فيه اي حاجة، وما يدوبك عدلوا السراير وكده، والدنيا تمام وزي الفل. هنا احنا كنا غاسلين ناشرين هدوم. الصراحة كسلت ان انا المها الصبح، فقلت خليها كده بعد ما نروح ونيجي ابقى اشيلها. فانا حبيت بس اخد لكم كده ايه جو الصبح كده. والنور كده والشمس وكل حاجة حلوة حوالينا قبل ما ننزل. يعني يا دوبك كده احنا هنلبس بس وهننزل نروح هناك. عايزه اعمل شويه عيش، ما عنديش عيش، والعيش هناك بصوا يعني مش هقول لكم. فحبيت الصراحه افتح هناك ايه هنا. حبيت افتح كده الشبابيك والبلكونات الاول، يعني بصوا ادخل هوا كده للشقه شويه قبل ما نمشي، عشان هنقفل برضو الحاجات دي كلها علشان خاطر ما يباتش فيها دبان ولا اي حاجه. طبعا انتوا عارفين طبعا ايه، الدبان بيجي على النور والشمس والكلام ده كله بيدخل بقى، ما بيخرجش ولا بالطبل البلدي. بصوا هنا يوسف كان نزل قدامي ينادي على علي، مش عارفه علي راح يجيب لنا ايه او راح يعمل ايه، فهو راح يناديله. اهو بيقول لي هنادي على علي يا ماما وطلع، فبقول له ما تاخرش عشان نمشي. بس تعالوا كده نكمل بقيه الفيديو بتاعنا في الروتين بتاعنا من عند بيت والدي. طبعا انا اول مره اصور معاكم هناك او اول مره تشوفوا، انا والله العظيم ما برتاح الا هناك. يعني اي حد يقول لي هو فعلا زيها كده ولا لا. بصوا بغض النظر عن وجهات النظر، كل واحد له وجهة نظره. فاهمني؟ في ناس شايفة عدم الراحة هناك، وفي ناس شايفة زي هي كده الراحة بصوا هنا. فانا بالنسبه لي والله العظيم لو المكان جنه او ما برتاحش الا هناك. علشان كده انا مش قادره ان انا افرط في هناك، او يعني والدي ووالدتي توفوا كده، لا ما هروحش، لا هروح بامر الله طول ما انا فيا نفس وطول ما انا فيا صحه. مش هقدر استغنى عن البيت ده. البيت ده انا ما شفتش فيه غير كل حاجه حلوه. لو شفت فيه حاجه وحشه كنت كرهته، بس والله العظيم الحمد لله رب العالمين ما شفتش غير كل حاجه حلوه. وكفايه يا بنات ان هو من ريحه والدي ووالدتي واخواتي ربنا يرحمهم يا رب، يجعل مقرهم الجنه. بس فدخلت كده وحبيت ان انا اعمل شويه عيش. الرغيف هنا عايزه اقول لكم الرغيف بجنيه وصغنطوط قد كده، يعني بصوا يعتبر قد الفتفوته، فملوش اي لازمه. قلت لهم بصوا هاتوا كده قد، يعني حوالي 2 كيلو دقيق ولا حاجه، ان انا هعمل حبه عيش وكده. بصوا جابوا لي يطلع اكتر من 5 او 6 كيلو دقيق. قلت لهم انا هعمل بايه ده كله؟ قالوا لي لا اعملي، وعايزه تشيلي في التلاجة عندك في الفريزر شيلي براحتك. المهم جابوا لي الدقيق. طبعا الدقيق ده يا بنات يعني متهوي كده يعني مش متهوي، متشهد كتير. متشهد دي بلغتنا احنا في الصعيد، يعني اللي هي منخول، اللي احنا بنقول عليه منخول، يعني منخول كذا مره ومتشال نظيف. متهوي ومتشال نظيف في البراميل بتاعته بتاعه الدقيق، ما بيشيلوش في الشوالات عشان الحر وكده. بس فطبعا جبت كيسين خميره فوريه كده زي ما انتم شفتوا، حطيتهم في الميه، وحطيت دي ميه دافيه يا بنات، وحطيت طبعا حوالي معلقتين سكر، وحطيت حوالي معلقه صغيره ملح. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه انا غلطت فيها. الملح اللي انا حطيته الصراحه طلع قليل شويه، كان محتاج حوالي معلقه تاني. انا الكميه كلها دي خانتني. انا قلت لهم اعمل كميه صغيره، الكميه الصغيره هي اللي انا متعوده عليها وبرتاح فيها. ما قدرتش عليهم، قالوا لي لا اعملي بقى عيش كتير. قلت يلا هعمله. هعمله زي ما تيجي تيجي. اتربعت كده طبعا وقعدت على الارض، وحطيت فوطه نظيفه. قلت لهم بقول لكم ايه، الجلابيه انا لسه جايباها تتبهدل اول لبسه فيها. حطيت كده فوطه نظيفه على رجلي عشان تحمي على قد ما اقدر في الهدوم بتاعتي. بس والله ما حمتش يعني. ما حمتش برضو. انتوا عارفين العجين وكده ما حدش بيعرف يلمه، يعني طالما بتعجنه كده مش هتعرفي تلمي. المهم حطيت برضو باكو البيكنج باودر. الصراحة احنا عارفين طبعا لما بيكون كيلو ولا حاجة بنحط نص معلقة او كده يعني، فدول طبعا اكتر من يطلعوا اكتر من 5 كيلو. فالصراحة حطيت الباكو البيكنج باودر كله، وقلت يلا خلي العيش يطلع ايه، يطلع خفيف. بس المهم فضلت برضو كده ان انا قلبت كده الدقيق واحدة واحدة مع الخميرة
والملح بتاعه يعني وكده. وفضلت ان انا ايه اعجن كده فيه عجنه كده كويسه. طبعا المخبوزات والعجين والعيش والحاجات دي هي نجاحها يا بنات في العجنه بتاعتها. في حاجات معينه ما ينفعش او ما يفضلش فيها العجين، وفي حاجات لازم تبقي بتعجني فيها او لازم العجين فيها. المهم فضلت انزل الميه واحده واحده كده، ما حبيتش ان انا احط كميه الميه كلها علشان حسب عرق الدقيق اللي انتي شغاله بيه. عايزه اقول لكم ان الدقيق ده في الاول اداني، يعني اول ما حطيت كده الميه في الاول اداني عجينه طريه، وقلت خلاص العيش طري ومش عارفه ايه وهحتاج دقيق تاني والكلام ده كله. وبعد كده والله العظيم لقيت بقاله عرق، وتحسوا انه بقاله عرق وشد من اول وجديد. فكان محتاج برضو كمية مية تاني. فضلت برضو زي ما انتم شايفين كده بالكوباية انزل حبة بحبة، حبة بحبة كده، واحدة واحدة، لحد ما يتعجن كويس خالص. وبعد كده هشوف هعمل ايه. بصوا انا عماله اقول لكم هو عليه واحده واحده كده ايه بالراحه. بس عجنته وسبته وغطيته، سبته يتهوى شويه وغطيته. وجيت هنا قعدت بقى كده على الكنبه بتاعتي. طيب هنعمله بقى مصري. قلت لا، انا لو هعمله اللي هو العيش اللي هو البلدي بتاعنا العادي ده، مش الشمسي، اللي هو البلدي العادي بتاعنا ده، المفروض كنت حطيت حبه رده. قلت لهم بصوا احنا كده ايه يعتبر ماشيين بطريقه العيش الشامي، فخلينا بقى نحط له دي من تحت مكان الرده، لان احنا لو هنعمله اللي هو العيش البلدي بتاعنا يبقى كنا حطينا فيه حبة من الردة من الأول. المهم خلصت بقى وحطيت الدقيق وقلت يلا تعالى نعملوها عيش شامي يا بنات، وزي ما تيجي ايه تيجي معانا. بدأت ان انا اقطع برضو العيش فوق الخشب بتاعه. ما هناك بيعملوا على الخشب يا بنات، كله ماشي هناك بالخشب ده. يعني بيعملوه سواء العيش اللي هو الشمسي او العيش التاني اللي هو البلدي والكلام ده كله على الحاجات الخشب دي، يعني القطع الخشب دي هم بيعملوا عليها من زمان. بس هي اللي نزلت دلوقتي، ومن ساعتها مفيش اي موضة نزلت تاني بقت هي وخلاص. المهم اقطع كل الكمية. برضو انا عملت واحدة واتنين وخلصته 3 يمكن و4. غطيتهم بملاية سرير نظيفة علشان وشهم ما يشققش او ينشف. وبصوا هنا كان العيش ريح وبقى تمام وزي الفل وخد وضعه. هنيجي بقى نفتح الفرن بتاعتنا ونشوف هنشتغل ايه. تعالوا برضو اوريكم اخر واحدة. بصوا انا خدتهم كده جنب بعض، اخر حبة كده برضو اخر حاجة. ودي كانت اول مرة انا اقعد قدام فرن في حياتي غير فرن البوتاجاز. ما بعرفش اقعد قدام حاجة غير فرن البوتاجاز عشان تبقوا عارفين. بصوا هنا انا كنت بفتحها والله العظيم وخايفة منها. هما بيقولوا لي ما تخافيش. قلت لهم لا طبعا خايفة، عشان كده شايفين لا انا عارفة امسك العيش ولا عارفة اعمله ولا عارفة امسك المرص بتاع العيش ولا كده، مش عارفة. يعني انا كنت والله العظيم كنت بتدرب في اليوم كنت بتدرب في اليوم ده. يعني الحمد لله، يعني المهمة تمت بنجاح والحمد لله. وبيقول لك ايه المثل اللي عندنا، بيقول لك حمارتك العرجة تغنيك عن سؤال اللئيم. فانا العيش اللي انا عملته برضو ارحم من الشراء من بره. بقول لكم الرغيف قد كده وصغير، ويعني وبجنيه على طول. فما كانش الصراحه بيكفيني، حوالي ب 30 40 جنيه في اليوم ما كانش بيكفي. هنا كانوا جايبين عصير قصب وجابوا لي كيس، وانا قاعده قدام الفرن من الحر قعدت سبت العيش سبت العيش وقعدت اشرب فيه. قالوا لي اشربيه القصب بيسود، يعني لما بيكون متساب كده فتره بيسود، حتى لو هم حطوا له ليمون وكده برضو لونه بيغمق شويه. فقعدت اشرب الصراحه في عصير القصب. قلت والله لا انا شاربه القصب القصب بتاعي واسيب الفرن وزي ما تيجي تيجي. والله يا بنات ما قعدت قدامها في حياتي، في حياتي ما قعدتش قدامها. كل اللي انا قعدت قدامه هو فرن البوتاجاز. فكانت بالنسبه لي تجربه والله العظيم فوق ما تتخيلوا. كنت قاعده خايفه اقل صوت يطلع من الفرن اصوت اقول لهم الصوت ده بتاع ايه يقولوا لي ما تخافيش هي على كده. بس بصوا هنا جبت لكم العيش من جوه. بصوا ابتدى يقب كده ايه وبقى ايه فل اهو. العيال قعدوا يتريقوا عليا تريقه، والله العظيم لو كنت سمعت التريقه اللي اتريقوها عليا. قعدوا يضحكوا ويتريقوا عليا. حتى هنا كانت مرات اخويا بتقول لي لا ما ينفعش تحطي العيش من ورا، لازم يبقى اول رغيف هو اللي من قدام، عشان لما يجي يستوي هتخرجيه ازاي. ما ينفعش يبقى مستوي من ورا الاول واللي من قدام يبقى لسه. فانت لازم تبداي رصه
العيش المفروض كان يبقى من الاول من قدام، ما تحطيش من ورا. قلت لها بقول لك ايه، انا حطيت وزي ما تيجي تيجي هغلي جنب كده، وقت ما العيش يستوي ويطلع يعني وكده هبقى اخرجه منه الصراحه. بس خلصنا بقى كل كميه العيش اللي انا عملتها دي، قعدت فتره. بصوا العيش جوه بسم الله ما شاء الله ابتدى ينفخ كده ويبقى فله ازاي اهو، زي ما انتم شايفين. بصوا اهو، عماله بقى ايه تقول لي ودي دي يمين وودي دي شمال، هاتي دي كده وهاتي دي كده، وانا اقول لها ماشي، وانا ماشيه وراها اهو. بس عملنا اكل برضو هناك واتعشينا، لان احنا كنا الكلام ده كان امتى، الكلام ده كده كان على بعد المغرب يا اماني، والله ما انا فاكره. كان غالبا كنا داخلين كده على بعد المغرب. فانا قربت لكم كده الكاميرا عشان تشوفوا ان انا العيش بتاعي ناجح اهو. بس خلصت كده كل كميه العيش زي ما قلت لكم. عملنا صينيه بطاطس وحطينا الصينيه دي فيها فراخ، وحطيناها برضو في الفرن، وهي الفرن والعه بالمره. وجبت هنا بقى الحاجه كده وحطيناها. كنت واقفه انا واماني بنت اخويا، بصوا هي اسمها اماني على اسمي على اسمي. بس كانوا عاملين صينيه بطاطس وفراخ، وكانوا عاملين باميه اللي هي الباميه الويكه، وكانوا عاملين رز. بس الصراحه الرز ده كان عندهم من امبارح، يعني كان فيه من امبارح، فقلت لهم حرام ما تعملوش تاني، طالما موجود سخنوه وخلاص، وهو هيكفوه فعلا والله العظيم كفى وفاض كمان. بس فانا قلت لها بصي انا هغرف، انا استني بس انا واحط لهم، لان كلهم الصراحه كانوا قاعدين مستنين يعني عايزين ياكلوا كده. فقلت لها استني هغرف انا وكده. بس فغرفت كده الباميه زي ما انتم شفتوا، وحطينا صينيه البطاطس بالفراخ، وحطينا كده ايه طبقين برضو من الرز. قعدت ادور على المخلل، قالوا لي ما حدش جاب مخلل لسه. قعدت اتخانق معاهم، ما جبتوش مخلل ليه؟ ده اعتمد على ده وده اعتمد على ده، وما جبناش مخلل والحمد لله وفي النهايه والحمد لله. بس تعالوا اوريكم بقى العيله جوه بقى، وانا بحط لهم الاكل كانوا قاعدين عاملين ازاي، كان فاضل ياكلوني وادي العيش بتاعي اهو اللي احنا عملناه. انا ما رضيتش ازود يعني ما رضيتش احمر وشه جامد وكده، علشان خاطر بينشف. لما انا بزود حتى عندي في البيت، لما بزود تحمير الوش وكده بتاعه بيروح ينشف مني. فانا خليته كده طري عشان يقعد يعني وشه مش احمر قوي، يبقى قاعد طري عشان يبقى قاعد طري وكده. بس ده كان زياد ابن اخويا والعيال، وبعد كده هيتلموا هنقعد الباقي، لسه الباقي هيقعد الباقي كان هيقعد ياكل اهو. وادي لمة العيله والله العظيم يا بنات، اللي ما تساوي كنوز الدنيا دي كلها ما تساويها والله العظيم، بس اللي في نظريتي اللي بيفهم. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعلوا زرار الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو ينزل لكم باشعار. عايزين لايكات كتير، كومنتات حلوه علشان اتشجع كل مره وانزل لكم. لو انتوا حابين من عندنا وكده، من عند بيت والدي وكده، ونفسكم في فيديوهات، قولوا لي وانا بامر الله تعالى كل ما اروح احاول ان انا اصور لكم من هناك. بس خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص. استودعكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.